في سنة 2010 اتعرض مسلسل الكبير. المسلسل اللي ناس كتير بتصنفه على انه افضل مسلسل كوميدي اتعرض على الشاشة المصرية. المسلسل بيحكي لينا عن قصة اتنين توائم. اول شخصية معانا هي شخصية الكبير. الكبير راجل صعيدي حمش، يمكن شكله غريب شوية ومضحك بسبب الشنب بتاعه والحواجب المرسومة دي. على الصعيد التاني عندنا جوني اللي عكس الكبير تماما في كل حاجة. جوني تافه وندل وعواطلي، بس بالرغم من كل ده هو طيب وبيحب اخوه. بتتوالى الأحداث معانا في المسلسل وبنشوف الصراع اللي ما بين جوني والكبير على المزاريطة، وفي النهاية جوني بينتصر على الكبير في الانتخابات وبيبقى هو العمدة. في الحلقات اللي بعدها بنشوف جوني والكبير وهما بيعملوا مقالب في بعض لغاية لما الأمور بتتعك ويطلع لهم أخوهم التالت حزلقوم. صح، تجوا مرة ثانية حتى تجوا أول اليوم فريش كده. طب تقعدوا تتفرجوا معانا على فيلم السهرة؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة، نحلة. أحمد مكي شايف إن شخصية حزلقوم اللي قدمها في فيلم لا تراجع ولا استسلام ينفع يكون لها امتداد في الكبير، لكن أنا بشوف إن أحمد مكي هنا غلط لما ادى مساحة لشخصية حزلقوم. شخصية حزلقوم كانت مملة جدا في الكبير ومصطنعة، وكل الحلقات الخاصة بالشخصية كانت حلقات في قمة الملل. من ضمن الحاجات اللي ميزت مسلسل الكبير هي اقتباسه من الأعمال المشهورة. شفنا ده في الحلقة اللي جوني بيبقى فيها الكبير والكبير بيبقى فيها جوني، ونقدر نقول إن المسلسل قدر يعمل معالجة ساخرة لفيلم فيس أوف، والحلقة دي كانت من أحسن الحلقات في الكبير. الكبير ما اقتبسش بس من الأعمال العالمية، ده كمان اقتبس من الأعمال المصرية المشهورة زي مسلسل دموع في عيون وقحة. شفنا في الحلقة دي الكبير وهو بيتقمص شخصية جمعة الشوان، وشفنا شخصية محسن ممتاز بشكل كوميدي وساخر مع الفنان محمد ثروت. في الجزء الرابع شفنا الأوريجين ستوري للمزاريطة وازاي بدأت، وهنا صناع العمل اقتبسوا قصة المزاريطة من شمس الزناتي، وهنا ميكي ظهر بشخصية الكبير جدا. هني فيها حاجة دي؟ هو أنت ما تزهقيش من الجواز ولا إيه؟ إحنا مش لسه مطلقينك من قيمة سنتين؟ Oh كوكي you're so old fashioned. أنا سنتين. في الجزء الخامس الكبير قدم لينا معالجة ساخرة عن بريزون بريك، وهنا شفنا الكبير وهو بيخش السجن عشان ينقذ اخوه جوني، وبعد جوني ما بيخرج حزلقوم بيبعت له خريطة السجن على ظهر هادرس، وبتكتمل الشلة مع ربيع وأشرف وبعزة، وبعدها بيبدأوا كلهم يخططوا في الهروب بخطط كوميدية طبعا. بعدها في الجزء السادس شفنا الكبير وهو بيقلد مسلسل لعبة الحبار، لا قصدي لعبة الصبيط، ونقدر نقول ان دي كانت من احسن الحلقات الموجودة في الجزء السادس. الشخصيات سمة رئيسية في أي عمل، وعشان أي عمل بينجح بشخصياته فالكبير قدم لينا شخصيات كتير حلوة. برغم إن المسلسل بطولة مطلقة لأحمد مكي إلا إنه راعى إنه يدي لكل ممثل معاه مساحته المناسبة. عندنا مثلا هدرس صاحب جون المفضل، الشخصية اللي قدمها لينا محمد سلام وبرع في تجسيدها، كملت معانا من الموسم الأول للسابع. هدرس هو الصاحب الجدع اللي أي حد فينا محتاجه، برغم إنه عارف كويس إن جوني نادل ومش خدوم إلا إنه كان جدع معاه. بيني وبينك أنا كنت منقية واحد تاني بس خفت ما يعجبكش، أصل هو قصير شوية وعريان شوية. معقول برضك يا سمنتتي. أول ظهور لشخصية هدرس هو بيبص لجوني وبيقوله إنه عاجبه، وهنا جوني بيقلق منه وبيفكره منحرف. في حلقات كتيرة حلوة لهدرس، عندنا مثلا الحلقة اللي هو كان بيحب فيها البنت الأجنبية وطلب من جوني إنه يجي معاه ويقعد معاهم عشان يترجم له كلامها، وهنا جوني الندل عينيه بتزوغ على حبيبة صاحبه وبيحاول إنه يبعدها عنه، لكنه بيفشل في ده لغاية لما بتنتهي الحلقة على هدرس وهو بيقول لجيني إنه ساب ناتاشا وحب بنت جديدة. تاني شخصية معانا هي شخصية فزاع اللي قدمها لينا هشام إسماعيل، وكانت كلمة فزاع الشهيرة أمر جنابك هي من أشهر الكلمات الموجودة في المسلسل. فزاع استمرت معانا من الجزء الأول للرابع وما شفناش الشخصية بعد كده في الموسم الخامس، وده بسبب إن كان في خلاف بين أحمد مكي وهشام إسماعيل في السنة دي. هشام إسماعيل راح عمل بطولة فيلم فزاع، وهنا مكي زعل جدا لأنه ما صانش حقوقه الفكرية ولا خد رأيه قبل ما يعمل الفيلم، وبسبب الخلاف ده مكي استبعد هشام إسماعيل من الجزء الخامس. وفي نفس السنة ندم هشام إسماعيل على الخطوة اللي خدها بعد ما فشل فيلم فزاع في السينمات، لكن بعد كده الأمور اتصافت ما بين أحمد مكي وهشام إسماعيل، ورجع علينا فزاع في الجزء السادس والسابع. لا هتقعد كأنك في ميتم. وده نصيحة مني يا كبير، كبر الجيه وروج الديه. يا ولادي اللي هقول لك ولا ايه؟ غير فزاع كان في شخصيتين افتقدناهم ميكي حذف شخصياتهم، وهما توماس واشلي. كانوا من اكتر الشخصيات اللي عاملين جو حلو في المسلسل، وكانوا هما فاكهة الجزء الاول والتاني، وخسارة ان محمد شاهين ما كملش في شخصية توماس.
الحاجات اللي أثرت بالسلب على مسلسل الكبير غياب دنيا سمير غانم عن الجزء الخامس، وهنا ميكي قرر إنه يعوض غيابها. وفي الجزء ده شفنا الكبير بيبعد عن المزاريطة وبيروح تركيا، وهنا بيحصل التويست الحلو ما بين الكبير وخشناف، وشفنا بيومي فؤاد وهو بيجسد شخصية كوستا. وعشان ميكي يعمل سبب أساسي لغياب دنيا سمير غانم طلع إن الشخصية اتجننت. نقدر نقول إن الجزء الخامس كان من أسوأ أجزاء المسلسل، وده اللي ميكي لاحظه، عشان كده وقف وقرر إنه ميعملش أجزاء تانية من الكبير لغاية ما تيجي سنة 2021 ويعمل ميكي أخيرا الجزء السادس من الكبير بعد مطالبات جماهيرية كتير. وقدم ميكي لينا في المسلسل شخصية مربوح. بدك ربط احسن وكمان خسران واخد على قفاك. لا يا كبير مش خسران، ده انا خسرت جولة لكن لسه المعركة ما خلصتش. جاتك النيلة، خد يا في ناس كتير حبت مربوحة وناس تانية استتقلت دمها، وكانت حلقات مهرجان المزاريطة من أحسن حلقات الجزء ده. وفي الحلقات دي شفنا اللقاء المنتظر بين محمد سلام وشخصية هاجرس. ناس كتير كان نفسها ميكي يطلع مع شخصياته التلاتة الكبير وجوني وحزلقوم، لكن ده للأسف ما حصلش. وبينتهي الجزء السادس بنهاية حماسية شوقت الجمهور للجزء السابع. في رمضان 2022 اتعرض الجزء السابع من الكبير، ومع أول حلقة المسلسل خد هجوم كبير جدا. بداية المسلسل كانت مستفزة، في أول مشهد بنشوف الكبير وهو بيحلم إنه بيتجوز من لورديانا الرقاصة، وإن المسلسل اتحول من مسلسل أطفال لمسلسل إيحاءات، وده كان غباء في الكتابة. إزاي شخصية زي الكبير راجل صعيدي معروف إن غيره حمش يحلم إنه بيتجوز من رقاصة؟ الكوميديا في المشهد دي كانت مقززة بشكل. وبيستمر الجزء السابع في الانحدار لحد نهايته عشان يكون أسوأ من الجزء الخامس. بنهولك. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ هنروح نشوف اخصائي علاج طبيعي يشوف رجله. هنلاقي حاجه زي كده في المزاريطه؟ اذا كان مش لاقيين شيبسي مملح هنلاقي هنجيب وحاليا ميكي بيجهز للجزء التاني من الكبير اللي رسميا هيتعرض في رمضان 2024، ونتمنى طبعا الجزء ده يعوض غلطات الجزء السابع وتكون دي خاتمة حلوة لسلسلة الكبير. تضربني ليه يا مازنجر؟ ده انا بحبك. انت ابو الغضب وجاي عشان تدمر المدينة. ابدا مش هخليك تدمرها. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وكمان فعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد.